عمرك اغلى من الفلوس، من الشغل، من اي حاجه، بس الغريب انك بتضيعه كل يوم بايدك من غير ما تحس ومن غير ما حد ياخده منك. هو بيتسرق وانت اللي فاتح للباب. مفيش يوم بيعدي من غير فون. كل يوم بتقول افتح التليفون اشوف ايه الجديد. دي دقيقه مش هتاخد مني اكتر من كده، والدقيقه مع كل ريلز، مع كل بوست وكل فيديو، مع كل رساله وكل اشعار بيوصل ليك بتسرقك من غير ما تحس. بتلاقي ساعه ورا التانيه بتعدي، بتلاقي حالك واقف مكانك وان وقتك مش ملكك، ملك شاشه. كل سحبه شاشه بتاخد منك لحظه من حياتك. لازم تعرف ان اللي بيروح مش وقت، ده عمر ما بيرجعش، بس لان اللحظه صغيره عمرك ما حسبتها، بس لما بتتجمع بتبقى عمر كامل راح. تعال نحسبها مع بعض، يمكن نراجع نفسنا قبل ما نندم. طب سالت نفسك قبل كده انت بتقعد قد ايه على موبايلك كل يوم؟ طب تعرف ان الشخص العادي بيستخدم التليفون من 3 ل 5 ساعات يوميا، يعني تقريبا ربع يومك رايح في الشاشه، وكل يوم كده من غير ما تحس وانت فاكر انهم دقايق. لما بتجمع الساعات دي على بعض هتكتشف انك بتضيع حوالي 60 يوم في السنه، شهرين كاملين راحوا في التنقل ما بين تطبيقات. 60 يوم من عمرك اتسرقوا وانت فاكرهم شويه دقايق. شهرين كاملين كنت ممكن تتعلم فيهم لغه، تطور من نفسك. احنا بنعيش ده كله من غير ما نحس. الادمان بيسحبنا بهدوء لحد ما بنصحى بنلاقي عمرنا بيعدي، والسرقه بتحصل قدام عينينا واحنا مش واخدين بالنا. تخيل يا صديقي دلوقتي لو عمرك 30 سنه، يبقى في 6 سنين من حياتك ضاعوا قدام الموبايل. 6 سنين كاملين، يعني مده دراسه جامعيه. وكده عرفنا اننا بنعيش حاله من الادمان، هو الادمان الرقمي. ممكن تبدا بفيديو بسيط وبعدين تلاقي نفسك غرقت في بحر ملوش اخر. في اول نوع وهو ادمان السوشيال ميديا. تفتح فيسبوك او انستجرام تقول دقيقه بس تشوف مين عمل لايك، مين نشر ايه، وبعدين تلاقي نفسك عديت على 3 منصات، وده بيغذي المقارنه ويقتل وقتك وانت مش حاسس. وفي نوع تاني خبيث اسمه ادمان الاشعارات. كل اشعار بيشدك، تحس انك لازم ترد، لازم تفتح وتشوف حصل ايه، وده اللي اسمه فومو، الخوف انك تفوت حاجه، وده بيخليك مش عارف تسيب الموبايل حتى وانت بتصلي او مع اصحابك. بس اخطر نوع فيهم هو الهروب من الواقع، انك تستخبى جوه الشاشه علشان تنسى اللي حواليك. مش قادر تواجه مشاكلك، افتح تيك توك. لما بتحس بوحده دوس على فيديوهات، لما تحس بضغط العب شويه. لكن في الحقيقه كل ما بتهرب كل ما المشكله بتكبر وانت بتصغر اكتر. مش لازم تكون ماسك الموبايل طول اليوم علشان تكون مدمن. الادمان ساعات بيظهر في حاجات تانية ابسط من انك تلاحظها. اوقات تحس انك تعبان، زهقان، مش قادر تركز، بس الحقيقه دي اعراض. واول الاعراض انك بتحس انك مش مركز، قاعد قدام حاجه مهمه بس دماغك مش معاك، بتسرح كل شويه، تفتكر ان السبب توتر او ضغط، بس الحقيقه الموبايل ساحب تركيزك من غير ما تحس. تاني حاجه ساعات بتلاقي نفسك زهقان بس مش فاهم زهقان ليه. الوقت بيمشي بكل حاجه حواليك شكلها ممل، فتفتح الموبايل تدور على اي حاجه تهرب بيها، بس بعد ما بتخرج بتلاقي نفسك زهقان اكتر، وده لان الادمان بيقتل متعتك في الحاجات البسيطه. طب النوم، بقيت بتنام متاخر او تنام كتير بس تصحى تعبان لان دماغك مش مرتاحه وعيونك مرهقه من كتر السهر على الشاشه، فبتقوم الصبح مضغوط وتبدا يومك بموبايل تاني، دايره مفرغه بتدور فيها كل يوم وانت فاكر انها عاديه. والمود عامل زي الطقس، شويه فوق وشويه تحت، عصبي من غير سبب. احنا عارفين ان العلم مش سايب حاجه للصدفه، لان في دراسه بتقول ان كل مرة بتقطع تركيزك علشان تبص في موبايلك انت بتحتاج 23 دقيقة علشان ترجع تركز تاني، مش 5 دقايق زي ما بتفتكر. ده انت بتعيد تشغيل عقلك من الاول كل مرة. تخيل بقى انك بتتشتت 10 مرات في اليوم، يعني ضيعت حوالي 4 ساعات من تركيزك الحقيقي. مش 4 ساعات قدام الشاشة، لا 4 ساعات فقدت فيهم قدرتك على الشغل، على المذاكرة وعلى الابداع وعلى التفكير. ولو حسبناهم على مدار السنة بيبقى في اكتر من 60 يوم راحوا، مش في الموبايل ولا في الاكل ولا في النوم، راحوا في اللا تركيز. احنا هنا مش بنطلب منك تمسح كل التطبيقات ولا تعيش في كهف من غير موبايل، بس لو انت فعلا عايز ترجع تمسك زمام حياتك يبقى لازم تتحكم بدل ما تفضل تحت سيطرة شاشة. اول حاجة بسيطة، اقفل الاشعارات، خلي الموبايل هو اللي يستنى اشارتك، مش انت اللي تجري عليه مع كل تنبيه. انت اللي لازم تختار امتى تفتح مش العكس. كل اشعار بيقطع تركيزك وده ثمنه غالي. حاول تسيب وقت يومي من غير موبايل، حتى لو نص ساعة، وقت تمشي فيه، تصلي، تكتب، او حتى تقعد ساكت. الهدوء مش حاجة مملة، ابدأ بخطوة واحدة بس، خطوة صغيرة بس يومية. افتكر دايما ان حياتك مش متسجلة ومفيش زرار ريبلاي يرجعك تاني. لازم نعرف ان الموبايل في الاصل وسيلة بتساعدك وتوصلك وتفتح لك باب، لكن لما الوسيلة تتحول لمكان تعيش فيه انت مش بتعيش، انت بتضيع وانت فاكر نفسك موجود. كل لحظة بتضيعها قدام الشاشة، كل سحبة بايدك وانت زهقان، كل مرة بتهرب من الواقع وتستخبى في فيديوهات، كل دي خطوات صغيرة بتقربك من النهاية وانت مش داري. اختار انك تعيش بوعي، اختار انك تكون حاضر مش تايه وسط نغمات واشعارات. العمر مش طويل زي ما احنا فاكرين، فما تخليش الشاشة تسحب اللي فاضل منك وانت لسه بتقول هفتح دقيقة بس.